بص بقى يا صاحبي، انا جاي لك النهارده بتوقعات ماتش الاهلي وبيراميدز. مبدئيا بس كده هنتكلم عن الغيابات اللي في الناديين بسرعه كده. اول حاجه الاهلي طبعا احنا عارفين غايب عنه امام عاشور، وغايب عنه محمد علي بن رمضان بنسبه كبيره مش هيلعب الماتش علشان هو اشتكى من شد عضلي امبارح. فبنسبة كبيرة محمد علي بن رمضان مش هيبدأ الماتش، وطبعا إمام عاشور خارج القايمة نهائيا علشان خاطر هو ريبيرو مش عايز يستعجل في رجوعه ويرجع يتصاب تاني. اما بيراميدز فعنده غياب مهم جدا 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 لواحد من اهم لعيبه الدوري المصري السنه اللي فاتت دي بالذات، والسنه اللي قبلها كمان كان موجود، وهو الشيبي باكي، احسن باك يمين في مصر، احسن باك يمين في الدوري المصري، معروفه، هو دي ما فيهاش نقاش. فطبعا بيراميدز يعني الغياب ده مأثر عليه جامد، وهيأثر جامد قوي الماتش بتاع النهارده بالذات. وكمان عنده مصطفى فتحي غايب بقاله كذا ماتش، ما لعبش تقريبا من اول الدوري، فهو طبعا برضو مؤثر عليه جامد. التشكيلة طبعا هي نفس تشكيلة الماتش اللي فات. الفرق الوحيد ان هو بس هيبدأ في نص الملعب بديانج، وجنبه احمد رضا بدل محمد علي بن رمضان. ده كل الاختلاف في تشكيلة الاهلي. وبيراميدز هيبدأ تقريبا بنفس التشكيلة هي ايفرتون شمال، ومحمد عبد الرحمن مجدي معلش يمين، وقدام فيستون مايلي، دي ما فيهاش كلام. ونص الملعب زي ما هو بيبدأ العادي بتاعه، يعني الفرقتين هيبدأوا بالتشكيلة بتاعتهم العادية بقالها كام يوم بس. لكن توقعات الماتش، انا توقعي بصراحة يعني انا اهلاوي وكل حاجة، بس انا متوقع ان الاهلي يا اما هيخسر يا اما هيتعادل. الاهلي ما اعتقدش ان هو هيقدر يحقق الفوز، اتمنى ان الاهلي يكسب، لكن اللي انا شايفه قدامي ان الاهلي بيقدم اداء باهت شويه. ممكن الحاجه الوحيده اللي تشفع لريبيرو ان هو بيلعب كوره هجوميه، هو احنا بنشوف هجمات الاهلي بيوصل، هو برضو مش هينزل يفنش مكان اللعيبه قدام، هو الراجل بيوصلهم للجون. اما حكايه الفينش دي، فحكايه الفينش دي حاجه تخص اللعيبه بس، بالتالي احنا ما نقدرش نتحكم فيها، ولا هو يقدر يتحكم فيها، ولا اي حد يعرف يتحكم فيها. فان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكرم والاهلي يا رب يكسب. اتمنى طبعا توقعاتي في الماتش ده ما تبقاش صح، بس انا اتوقع ان الاهلي هيقدم، ممكن يلعب كويس بس هيخسر في الاخر، واتمنى ده ما يحصلش. بس ان شاء الله يعني الماتش يخلص للاهلي، بس انا توقعي لا اما 2-2 لا اما 2-1 لبيراميدز يعني. فاتمنى الاهلي يكسب، وان شاء الله نتفرج على ماتش كوره، نتفرج على ماتش حلو. اهم حاجه يعني، اهم من العك ده كله ان احنا نتفرج على ماتش حلو. مع السلامه.